انتشرت في الساعات الأخيرة صورة جديدة للممثلة المصرية ياسمين صبري برفقة طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة خلال تواجدهم في أحد المطاعم، ما أحدث بلبلة كبيرة بين المتابعين. لاقى الخبر انتشارا واسعا وانقسم الجمهور لطرفين، فمنهم من رحب بلقائهما ومنهم من وجه لهما الانتقادات. وعلى صعيد آخر، وبعد إعلان الممثلة المصرية ياسمين صبري مؤخرا عن استعدادها للمشاركة في مسلسل جديد، تردد بأن العمل توقف تماما، وبأنها لن تشارك في السباق الرمضاني لمسلسلات لعام 2023. وعلم الموقع أن المؤلف محمد رجاء يقوم بكتابة المسلسل الذي سيقوم بإخراجه خالد مرعي، ولا صحة لتوقفه. والعمل هو عبارة عن 15 حلقة، وسيعرض على أحد المنصات بعيدا عن الموسم الرمضاني المقبل. وتأتي شائعة توقف مسلسل ياسمين صبري الجديد بعد سلسلة من الأعمال التي تحضر لها ياسمين، وسرعان ما تتوقف أو تقوم بالاعتذار عنها للتغيب عن جمهورها منذ عامين.